السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. اللهم امين يا رب العالمين. اول ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله جاي لكم فيديو جميل جدا جدا جدا، وهو حد مصري كده حب يتكلم عن الجزائر كلام حلو جدا. وده برضو يعني بيدينا مدى الترابط بين المصريين والجزائريين، طبعا عن تاريخ الجزائر العريق. فاحنا النهارده هنشاهد مع بعض الفيديو، ويا رب يعجبكم وينال اعجابكم باذن الله. يلا نشوف مع بعض الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: أطالب العرب جميعا بدراسة تاريخ الجزائر. بصراحة نحن قصرنا مع تاريخ هذا البلد العربي العظيم الذي قدم تجربة فريدة في التاريخ فيما يتصل بالتحرر الوطني. لم نجد في تاريخ العالم دونما مبالغة، أنا أقول هذا الكلام بمنتهى الموضوعية، بلد تعرض لاستعمار أي استدمار غاشم ضد الهوية، يريد قتل اللغة العربية والإسلام والعياذ بالله من هذا على مدى 132 عاما، واستشهد من أبناء الجزائر رجالا وأطفالا ونساء أكثر من 10 مليون شهيد وشهيدة باعتراف المؤرخين الفرنسيين أنفسهم. وفي النهاية بعد رحلة طويلة من الجهاد الوطني الغير مسبوق خرج الفرنسيون من الجزائر، وبقيت الجزائر بعروبتها وبإسلامها. وبالتالي فإن على العرب أن يدركوا أن هناك جوهرة في تاريخهم هي الجزائر، ومن يدرس تاريخ الجزائر يدرك تماما تفرد التاريخ الجزائري بحركة تحرر وطني فريدة لا نظير لها. والآن فلسطين تسير على خطى الجزائر، والتجربة الجزائرية الفريدة ملهمة لأبناء فلسطين. فبعد 132 عاما طرد الفرنسيون من أرض الجزائر الطاهرة، وبالتالي قدمت الجزائر نموذجا فريدا في التحرر الوطني، وأن الاستعمار أي الاستدمار سيزول يوما، لا يمكن أن يستمر الاحتلال إلى ما لا نهاية، فالأرض تنطق بعروبتها ولن تتحدث بأي لغة أخرى، وأبناؤها تجذروا فيها ولن يتم اقتلاعهم منها أبدا بفضل الله تعالى. وكنت من قبل ناديت بأن يكون تاريخ الجزائر أساسيا في كافة مقررات الدراسة في العالم العربي، لأن بالفعل الإخوة الجزائريون ذكروا أنهم يعرفون عن المشرق الكثير بينما المشرق لا يعرف عنهم إلا القليل، وهذا عتاب بصراحة فيه جانب من الصحة، لأننا للأسف الشديد انشغلنا بأنفسنا عن أنفسنا بصراحة. وعندما عكفت على تأليف كتابي من علم الجزائر فوجئت وصدمت أن ما نعرفه عن هذا البلد العربي الشقيق قليل في التفاصيل. طبعا الخطوط العامة معروفة، لكن هناك بالفعل ملحمة كبرى لا نظير لها. وعصر العولمة عصر إذابة الثقافات، وعصر التجهيل، وعصر الاستهلاكية الحقيرة، وبالتالي علينا أن نعمق في العالم العربي دراسة الجزائر، وأن يخرج الجيل العربي من المحيط إلى الخليج عارفا بهذه الملحمة الكبرى التي سطرها أبناء الجزائر بدمائهم. ولهؤلاء ذارفي دموع التماسيح ومستدعي الانتداب
والمتأوهين شوقا وحنينا لعصور الاحتلال البغيضة أذكرهم بجزء يسير من تاريخ فرنسا مع دول إفريقيا خصوصا الإسلامية. حينما دخلت فرنسا مدينة الأغواط الجزائرية عام 1852 كان الهولوكوست الأول والذي يتجاهله التاريخ، خد مني الهولوكوست الأصلي. أباد يومها المستعمرون الفرنسيون ثلثي سكان الأغواط في ليلة واحدة حرقا بالكيماوي. تلتين السكان ضربوهم بالكيماوي وحرقوهم، تلتين السكان في ليلة واحدة. أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر في الفترة من 1960 لحد 1966. أسفرت تلك التجارب عن عدد غير محدد من الضحايا يتراوح بين 27,000 و100,000 جزائري. لما فرنسا خرجت من الجزائر عام 1962 كانت قد زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها. عارف فرنسا سابت كام لغم؟ 11 مليون. 11 مليون لغم فرنسي تركتهم في أرض الجزائر، ولك أن تحدد أو تتخيل مقدار الضحايا. احتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 سنة. أباد الفرنسيون 1,000,000 جزائري مسلم في أول 7 سنين بعد قدمهم، و1.5 مليون آخرين في آخر 7 سنوات قبل رحيلهم. المؤرخ الفرنسي جاك جوركي قدر إن مجموع اللي قتلتهم فرنسا في الجزائر منذ قدومها عام 1832 حتى رحيلها عام 1962 ب10 مليون مسلم. ده مؤرخ فرنسي. أكيد الكل سمع أو بيعرف نهر بردة وبيعرف الربوة. طريق الربوة وطريق نهر بردة في قصر كبير بالجبل عالي هو لعبد القادر الجزائري. لما كنا صغار كنا نسأل أهالينا لمين هالقصر، لمين هالبيت العظيم العريق، يقولوا لنا انه هذا المجاهد العربي الجزائري عبد القادر الجزائري. الامير عبد القادر اختار سوريا لحتى يعيش فيها، اختار دمشق موطن، ودمشق كانت له ملهمة ومستقر، وكان الجامع الأموي منبر، وكان حتى تراب دمشق حنين على عثمان الطاهر. عبد القادر الجزائري وأبطال الجزائر وقامات الجزائر وجميلة بحيرد ووردة جزائرية والأخضر حامينا وأحمد الراشدي والأجيال الجديدة ويعني عمر الجزائر واللي استشهد لأجل الجزائر. أنا بنحني باحترام لهالشعب المناضل العظيم وبكل حب للشام ومن ياسمين الشام، بقلكم بحبكم بزاف. أخيراً بدي أقول هلأ الختام، نحن مغادرين بس قلوبنا استقرت هون بالجزائر بوهران. تحيا بلادنا، تحيا سوريا، تحيا الجزائر، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا. يا رب ينال إعجابكم ويا رب انصر فلسطين وأهل فلسطين. وعايزة أقول لكم بجد الفيديو أكثر من رائع. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.